لبلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا. رجال المدرب خوان كارلوس غاريدو أعدوا العدة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق ببلوغ نصف النهائي للموسم الخامس على التوالي. فيما يطمح الضيف التنزاني إلى العودة ببطاقة التأهل من قلب الدار البيضاء. مراسلنا الأخضر النوالي والتفاصيل. بوضع فني مشجع أقام نادي الوداد تحضيراته. الغيابات وفق أخبار البيت الأحمر: الحارس الدولي رضا التقناوتي واللاعب أمين فرحان المصابان سابقا، ثم مؤيد لافي لاختيارات فنية مع الإشارة إلى عودة السنغالي بولي سامبو. المعطيات المصاحبة لمباراة العودة إيجابية على ما يبدو، مع إصرار ودادي على تجنب ألغام المنعرج المؤدي إلى ما قبل النهائي. لم نلعب بشكل جيد في مباراة الذهاب عكس منافسنا الذي ظهر بوجه جيد، وطموحنا هو تقديم مباراة جيدة في لقاء العودة لمواصلة مشوارنا في مسابقة كبيرة من حجم دوري الأبطال. لذلك يجب أن نخوض اللقاء بشكل جيد، واللاعبون أظهروا في التدريب تركيزا كبيرا استعدادا لهذا اللقاء. في الكفة الأخرى نادي سيمبا المحمل بطموحات كبيرة يعرض ارتياحا في صفوفه التي تسجل حضور كامل عناصرها. يحاول النادي التنزاني استثمار فوزه في لقاء الذهاب بصمود أمام مضيفه لإخراج حامل اللقب من السباق، ما سيعطي للمباراة حرارة وجودة. الأمر يختلف بين اللعب بعقر الدار أو خارج الميدان، والحقيقة هي أننا جاهزون، لأن كرة القدم ليست هي الماضي أو المستقبل بل هي الحاضر. لذلك حضرنا برنامجا جيدا لهذا اللقاء، لأن هناك فرصة سانحة للتأهل ليس لنا فقط بل للبلد ككل. لقاء الوداد بسيمبا سيعرض لا محالة تحديا متبادلا بين حامل اللقب وحامل الطموح، وهو لقاء من عناد كروي مميز. الأخضر نوالي، بي إن سبورتس، الدار البيضاء.